حد شاف بوست الرجاله ما بتعيطش على الصفحه؟ اللي شافه يرفع ايده كده، بس يعمل كده. ما حد شاف البوست؟ حد شاف انا البوست بتاع؟ شفته. شكرا كوتش اقبال. حد تاني شافه؟ بوست الرجاله ما بتعيطش. اوكي، ثانك يو. اسمها هديه. اوكي. طيب، شكرا لكل اللي شافوا، وادعوكم ان انتوا تشوفوه. لان هو اثار استفزاز بعض الناس في دايره معارفي. احنا كرجاله يمكن اتصالنا بالمشاعر اصعب شويه من اتصال النساء بمشاعرهم. ده لان احنا الادوار اللي اتوضعنا فيها مجتمعيا، الى جانب طبعا جزء من طبيعتنا الذكوريه، بيخلينا مش على اتصال قوي بالمشاعر مقارنه بالنساء. التجربه دي بتاثر في الرجال والنساء جميعا، بتسمح لبعض ان المشاعر اللي احنا ممكن نكون مش عارفين انها موجوده جوانا تقبع في اللاوعي، او عارفين انها موجوده لكن بنكبتها او بنقمعها او بنلهي انفسنا او بنتشتت عنها، بنهرب منها، يعني بتسمح لها بالتنفس. الشيء ده ممكن بالنسبة للبعض لما نيجي نقوله او نشاركه في اوساطنا الاجتماعية، في مجتمعاتنا، مع اهالينا، مع معارفنا، مع اصدقائنا، يبقى شيء مش مفهوم شوية، وخصوصا للرجال. لان وانس ان ده حصل، انت في نافذه جديده بتتفتح في حياتك. النافذه دي بتتفتح للجميع، رجال ونساء. نافذه بتسمح لهم ان هم ينفسوا عن بعض المشاعر اللي ممكن تكون مش عارفين بيها اصلا، او عارفين بيها لكن بيهربوا منها او بيقنعوها ويكبتوها. ده بالنسبه لمساله المشاعر. طبعا انا مش هقدر استرسل اكتر في كده، وادعوكم لخوض التجربه، سواء كان اوف لاين او اونلاين، فعليا او افتراضيا. لكن النقطة التانية المتعلقة بالأمراض اللي الدكتور محمود قالها، دلوقتي أغلب المدارس في علم النفس بتجزم إن أغلب الأمراض العضوية اللي عندنا بيكون أسبابها، إذا ما كانش كلها، بيكون أسبابها تراكمات نفسية جوانا. ممارسة السايكو دراما هي ممارسة بتساعد على استكشاف بعض من هذه التراكمات، إذا ما كانش كلها، وعلى التنفيس عنها، بالاعتراف بيها، بتقبلها، بالسماح ليها بالظهور. والخبر السعيد في ده، واللي انا عرفته ممكن بعد سنين في رحلتي للتعافي، هو انه كتير من هذه المشاعر، وانس ان احنا اعترفنا بيها لانفسنا وسمحنا لها بالظهور وتقبلناها، بتتفكك من تلقاء نفسها وتخف. انا هنا ما بقولش ان احنا بنلبس نظارة وردية تمنعنا عن رؤية الواقع، او تمنعنا عن الاعتراف باي ظروف سلبيه احنا ممكن نكون بنمر بيها، ايا كان طبيعه الظروف دي. ولكن ممارسه زي السايكو دراما بتسمح لنا ان احنا ننظف العدسه شويه، اللي بنبص من خلالها للاشخاص وللحياه وللمواقف، مما يسمح لنا ان احنا نعدل من منظورنا شويه الى منظور اخر، يجيب لنا سلام ورضا وتقبل اكتر لانفسنا قبل الاخرين.